بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس ينظرون إلى الدموع وكأنها دليل على الضعف العاطفي، ولكن ما لا يعرفونه أن للبكاء عددا من الفوائد الصحية الأخرى. دعونا نلقي نظرة على أنواع الدموع وبعض الفوائد الصحية للبكاء. أنواع الدموع. قام الدكتور ويليام فري عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي بتقسيم البكاء إلى 3 فئات مستندا على الاختلافات الكيميائية بين أنواع الدموع، وهذه الأنواع هي الدموع العاطفية. في أي وقت تشعرين بأنك حساسة عاطفيا تذرفين الدموع، يمكن أن تكون هذه الدموع بسبب الحزن أو الإحباط أو الإجهاد أو حتى السعادة. الدموع الأساسية إنه سائل تفرزه الغدد الدمعية، وتعتبر هذه الدموع ضرورية لحماية العينين من الإصابات البكتيرية. الدموع اللا إرادية إنه عمل لا إرادي تقوم به العين لحماية نفسها من الجسيمات الغريبة والمهيجات. الفوائد الصحية للدموع. أولا، تحسين الرؤية. تعمل الدموع على ترطيب أغشية العين مما يحسن الرؤية، فجفاف هذه الأغشية يسبب ضبابية مؤقتة في الرؤية. ثانيا، تنظيف العينين. كما باقي أجزاء الجسم يمكن العثور على بكتيريا في العينين أيضا، ولكن للدموع خصائص طبيعية مضادة للجراثيم. تحتوي الدموع على سائل يسمى ليزوزوم يمكنه أن يقتل حوالي من 90 إلى 95% من البكتيريا التي تتواجد في العين في غضون 5 دقائق. ثالثا، تخفيف التوتر. عندما نكون مستائين أو تحت ضغط عصبي يحدث في الجسم اختلال وتراكم للمواد الكيميائية، والبكاء يساعد على الحد من ذلك. ومن المعروف أن الشخص الذي يبكي خلال المواقف العصبية لديه مستويات أقل من الاكتئاب، وذلك لأن إطلاق سراح الدموع العاطفية يحفز إنتاج هرمونات الغدة الكظرية التي تخفف من إجهاد الجسم. رابعا، تخليص الجسم من السموم. يفيد الدكتور فراي بأن الدموع تحتوي على الماء العادي بنسبة 98%، ولكن الدموع العاطفية تحتوي على هرمونات التوتر وعلى سموم عدة يتم إنتاجها في الجسم نتيجة للضغوط العاطفية. خامسا، حماية العين ضد المهيجات. هل تساءلت يوما لماذا تدمع عينيك عند تقطيع البصل؟ ذلك لأن البصل يحتوي على إنزيمات مهيجة تهيج العينين. كذلك عندما تدخل جزيئات الغبار إلى عينيك فإنها تبدأ بذرف الدموع. هذا النوع من البكاء ببساطة يحمي عينيك ويضمن أن يتم غسل الجزيئات الغريبة وطردها خارج العين من الدموع. سادسا، الدموع تحافظ على الصحة العامة. الدموع التي تذرف لأسباب عاطفية تحتوي على 24% من بروتين الألبومين الزائد عن حاجة الجسم، ما يساعد على تنظيم نظام التمثيل الغذائي في الجسم. يساعد البكاء أيضا على مكافحة الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والبدانة ومرض السكر، والتي تصيب الإنسان بسبب ارتفاع مستويات الإجهاد. سابعا، الشعور بالارتياح. يمنحك البكاء شعورا بالارتياح، ذلك لأنه وبعد ذرف الدموع يبدأ نظام المخ والقلب في العمل بشكل مثالي، ما يعطي الجسم شعورا بالارتياح. لذلك في المرة المقبلة عندما تشعرين بالضيق أو تبدأ عينيك في ذرف الدموع، لا تنظري إلى الأمر باعتباره علامة ضعف، فهناك الكثير من الفوائد الصحية المرتبطة به أيضا.